فرض بشكل كبير، وهو البيبل بليزر او الشخص اللي حاسس ان هو اتولد في الدنيا دي كلها عشان يسعد الاخرين من حوله. فمهما كان عنده ألم نفسي أو وجع أو أفكار أو دوشة جوه دماغه، هو تلاقيه دائما راسم الابتسامة على وشه، مش مهتم هو حاسس بإيه، هو مهتم اللي حواليه إزاي يساعدهم. ده سلوك خاطئ تماما. مش عارف دلوقتي جه في دماغي لقطة كده في فيلم الجوكر، كنا كلنا أعتقد بشكل كبير شفناه. الاستوديو قتل المذيع اللي كان بيتنمر عليه، وجات الشرطة أخدته وهو راجع في عربية البوليس. بدأت المظاهرات تحصل. في اللقطة دي جت عربية نقل خبطت عربية الشرطة فاتقلبت، فجم المتظاهرين عشان يطلعوه. هنا الجوكر بعمل لقطة إبداعية جدا، إن هو طلع واقف على الكبوت بتاع عربية الشرطة وبدأ يبص حواليه. هو مش فاهم لسه إيه اللي حصل، يعني هل اللي أنا عملته صح؟ هل اللي أنا عملته غلط؟ هل إيه الأحداث اللي بتحصل حواليا؟ بس هو لأول مرة حس إن الناس منجذبة ليه وبتهتف ليه. بين قوسين، هم مش بيهتفوا للإنسان، هم بيهتفوا للدور اللي الإنسان ده مثله في الحياة في اللقطة دي. فنرجع تاني للقطة، وهو واقف على كبوت العربية وبدأ عايز يضحك، عايز يحس بالسعادة، فبدأ يستخدم البادي لانجوج بتاعته ان هو يحرك ايديه ورجليه ان هو مبسوط. وبدأ يعمل ايه؟ ان هو بدأ يستخدم صبعه ويستخدم الدم اللي موجود في بقه من بعد قلبة العربية او حادثة العربية ان هو يرسم الابتسامة. يعني احنا متعودين على حد ممكن يرسم الابتسامة بالمكياج، يرسم الابتسامة بحركة عضلات الوش، لكن كون ان هو يرسم الابتسامة بالدم فعليا، دي كانت لقطة مؤذية جدا. كتير جدا بشوف الناس في العيادة هم بيعملوا نفس الاكشن. انت ليه بترسم الابتسامة؟ هو انت ليه شايف ان انت ربنا خلقك عشان تسعد اللي حواليك؟ هل ده جوه دماغك انت شايف ان انا لازم ابذل المجهود الكبير ده عشان اتقبل اجتماعيا؟ هل أنا شايف نفسي قليل قوي أو ضعيف قوي أو لا أستحق الاهتمام من الآخرين فلازم أضحي بصحتي وبطاقتي وبفلوسي وبابتسامتي عشان أحافظ على وجودهم في حياتي؟ طب ما ترجع تقيم نفسك وتشوف أنت إيه، ما ترجع تدي نفسك الحق إن أنت تعيش. اشمعنى هو من حقه إن هو يكشر؟ اشمعنى هو من حقه إن هو يزعل؟ اشمعنى من حقه إن هو يعبر عن مشاعره وأنت لأ؟ ما تعبر، قول انا مش مبسوط، قول انا زعلان، انا متضايق، مشي وسابك. ما يمشي ويسيبك الا لو انت عندك المشكله في الثقه في نفسك. فانت بدل ما تقضي حياتك قاعد تجري ورا الناس تصالحها، تعال نشوف انا مشكلتي ايه في الشخصيه، مشكلتي ايه في المشاعر، مشكلتي ايه في القناعات اللي جوه دماغي. طب ما انا لو صلحت ده هبطل ابقى مهرج في عينين الناس، ابقى زي الكلاون زي الجوكر. انت ما اتخلقتش تعيش الدور ده. عيش اللي يناسبك انت وصلح من نفسك. استخدم عقلك للتوجيه الصح في حياتك. عقلك وظيفته مش انك لازم تبقى عبقري ولا احسن رياضي في الدنيا، لا، هو عقلك وظيفته ان هو يساعدك توصل لافضل حياة ممكنة في اقصر وقت ممكن وباقل خسائر. ما تعيش عبد لحد، ما تعيش خادم عند حد، ما تعيش وظيفتك في الحياة انك تسعد الاخرين. اوعى تعيش حياتك بيبل بليزر، عيش حياتك انت. صلح وساعد وغير وخليك حر. ما تتكسفش من التغيير وما تبطلش محاولات تغيير.